كل اصحاب المشاريع الخدميه مظلومين جدا تسويقيا على السوشيال ميديا الفتره الاخيره، لان كل الناس بدات تتكلم شوبيفاي وتتكلم اي كوميرس وتتكلم كونفرجن. فانا جاي اتكلم معاكم، حقكم عليا لو كنت مقصر الفتره اللي فاتت، ازاي نعلي المبيعات بتاعتنا ونظبط ده ازاي، والليله بقت ماشيه ازاي دلوقتي في الميديا باينج والماركتنج كمان. سيادتك الاول كان كل مشكلتك ان انت عايز ليدز كواليفايد وبسعر كويس، وبتيجي من ناحيه ثانيه يكون في كونفرجن ريت عالي فتعمل مبيعات كويسه. المنافسه بقت شرسه للاسف كمشاريع خدميه. اي حد بيبيع خدمه دلوقتي او بيطلع خدمه من عنده هو لازم يمشي على علم الماركتنج من اول طقطق لسلام عليكم. خلاص الناس بقت تمشي على الفانل، بقت تعمل النهارده اعلان ممول سيلز ما تبيعش. لازم تمشي من اول الاويرنس، تنقل العميل بتاعك من اول التوب فانل لحد البوتوم فانل، بعد كده تعمل ريتنشن وتحافظ عليه وتخليه يجيب لك كمان ناس ثانيه. هو ده دلوقتي اللي بيمشي للمشاريع الخدميه. طب ده بيحصل ازاي؟ بكل بساطه، لو انت قعدت من هنا لبكره ل 100 سنه قدام بتعمل اعلانات مموله هيجي لك ليدز بسعر عالي جدا ومش هيبقى فيه كونفرجن كويس، الا اذا خدت كل السيجمنتس اللي حضرتك ناوي تبيع لهم الخدمه بتاعتك. خدت سيجمنت تبدا تتكلم معاها ككونتنت قبل ميديا باينج. تبدا النهارده على سبيل المثال لو انت طبيب، وده معايا كتير جدا اطباء، بنعمل ايه؟ بنبدا نتكلم الاول على سبيل المثال في الوقايه من المرض، اسباب المرض، تاخد بالك على نفسك ازاي، تاخد بالك من ان انت لا قدر الله ما يحصلكش مضاعفات ازاي. فطول ما انت بتلمس السيجمنت بتاعتك ومشاكلهم في الخدمه اللي بتقدمها، لما بعد كده بيجي يشوف لك اعلان ممول هو نفس الدكتور ده، فبالتالي الليد بدل ما يبقى سعرها على سبيل المثال 10 يبقى سعرها 5. فبالتالي النهارده الكونفرجن ريت كمان بدل ما يكون النهارده سي 1 و2% يبقى 7 و8%، لانه هو عارف الدكتور ده. قيس بقى ده عندك على كل المشاريع الخدميه. مش بتكلم في بيرسونال براندنج، انساه، انا بتكلم في حاجه ثانيه. بتكلم انك تاخد سيجمنت، والسيجمنت دي انت المفروض تقدم كونتنت ينقلها في الفانل من اول التوب فانل، من مرحله الاورنس لحد البوتوم فانل لمرحله السيلز. ده هيساعدك لما يجي يشوفوا اعلان ممول هيكون الموضوع اسهل بكتير، ولما يجي يقارنوا بينك وبين كل المنافسين ايا كان ايه المشروع الخدمي بتاعك هياخدوا القرار ويقول لك انت اول واحد. ده لو ما تمش والله العظيم هي مساله وقت ومش هتلاقي نفسك موجود في الماركت. فركز من اول الكونتنت ماركتنج لحد الميديا باينج، اربط الفانل دي كلها ببعض واشتغل، واتفرج على النتائج اللي هتكون موجوده معاك الفتره الجايه لو انت مشروع خدمي. وتعرف اي حد عنده مشروع خدمي ابعت له الفيديو ده ان شاء الله يفيده جدا جدا.